فكرة ان هو اللي سابك وبعد سنة ونص راجع لك وذن السنة ونص دول راح خطب. فكرة بقى ان هو يرجع وحاسس انه ظلمك، هل ده ليه معنى ولا لا؟ هنا دول سؤالين مختلفين، لانه في سؤال الاول هل ليه معنى بالنسبة له هو ولا لا، ثم هل ليه معنى بالنسبة لك انت ولا لا. بالنسبة له هو خلاص، يعني هو بيقول لك ان انا حاسس ان انا ظلمتك بس هنا في سؤال تاني، حتة مش واضحة شوية في السؤال، انه طيب هو عايز ايه بعد ده؟ لانه ممكن يكون حد راجع يقول انا والله حاسس ان انا ظلمتك فبعتذر لك عن الظلم ده وخلاص وخلص الموضوع على كده، وفي حد يكون حاسس ان انا ظلمتك وعايزين نرجع، ده موضوع مختلف تماما يعني. الجزء الاهم بقى هو هل الكلام ده ليه معنى بالنسبه لك انت ولا لا؟ يعني ايه معناه بالنسبه لك في الحالتين؟ فكره ان هو يعتذر لك فقط، تمام كده، انت عايزه ايه من الموضوع ده؟ وطب وماذا لو هو عايز يرجع؟ هنا تقييمك انت للموضوع واحساسك بالامان وعدم الامان من الشخص ده. هو ايه اللي خلانا نسيب بعض؟ هو ايه اللي خلانا نرجع؟ ايه اللي اختلف عن قبل كده؟ دي اجابات تجاوبيها الاول عشان تشوفي هل ليه معنى عندك انت الاول ولا لا. اهم بكتير قوي من يكون هل الكلام ده ليه معنى بتصرفه هو ولا لا، لانه ايا كان المعنى بتاعه مش هيفرق على قد ما اللي هيفرق هو ده معناه ايه عندك انت.